اهلا وسهلا بكم يا احلى متابعين في فيديو جديد. وفي الفيديو ده هشارك معاكم اعدادات في تليفوننا. من خلال الاعدادات دي هتوفر لنا مساحة بسيطة وهتسرع لنا الهاتف بتاعنا وهتخليه فريش كده. عايزكم تتابعوا معايا الفيديو للاخر علشان الكل يستفيد، وبتمنى من كل اخ وكل اخت لو عجبكم الفيديو كلنا ننزل تحت نضغط لايك للفيديو واشتركوا معايا في القناة وسيب لي تعليق على ذوقك. وبس كده يلا بينا نبدأ الفيديو. اول خطوه معانا هنضغط على الاعدادات وبعد كده هننزل تحت وهنضغط هنا حضرتك على متصفح سفاري، وبعد ما نضغط على متصفح سفاري هننزل تحت وهنا حضرتك هتلاقي مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع، هنضغط عليه بالشكل ده. مسح سجل التاريخ والبيانات هنضغط عليها. الخطوه التانيه معانا هنضغط على الاعدادات وبعد كده حضرتك هننزل تحت وهنضغط على سيري والبحث، وبعد كده حضرتك هنضغط على تاريخ سيري والاملاء هنضغط عليها، وهنا حضرتك هنضغط على حذف تاريخ سيري والإملاء من هنا، وبعد كده هنضغط حذف التاريخ بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده معانا هنضغط على الإعدادات وبعد كده هننزل تحت وهنا حضرتك هنضغط على متجر آبل من هنا، وبعد كده حضرتك هننزل تحت هتلاقي هنا حضرتك إزالة التطبيقات غير المستخدمة هنفعلها. وبكده حضرتك لو في أي تطبيقات عندك على الهاتف وقعدت فترة طويلة ما بتستخدمهاش هتتحذف بشكل تلقائي. الخطوة اللي بعد كده معانا هنضغط على تطبيق الصور بالشكل ده، وبعد كده هنضغط على ألبوماتي، وبعد كده هننزل تحت وهنضغط على المحذوفة مؤخرا هنضغط عليها، وهنا حضرتك هتلاقي صور وفيديوهات كتير ولازم نحذف الصور والفيديوهات دي بشكل نهائي علشان نوفر مساحة على الهاتف. هنضغط حذف من هنا. الخطوة اللي بعد كده معانا لو حضرتك رحنا على تطبيق الرسائل ولقينا حضرتك رسائل عندنا كتير بالشكل ده وحضرتك مش عايزها احذفها على الفور. لو حضرتك رحت مركز التحكم بالشكل ده ولقيت هنا البلوتوز متفاعل معانا هنضغط على الاعدادات وبعد كده هنضغط على البلوتوز وهنلغيه، وبعد كده هنرجع تاني وهننزل تحت هنضغط على عام، وبعد كده هننزل تحت خالص وهنضغط على ايقاف التشغيل وهنقفل الهاتف بتاعنا ونفتحه، وان شاء الله هتلاقي تحسن كبير في الهاتف بتاعنا. وبس كده يكون فيديو سريع وبتمنى يكون عجبكم، واشوفكم الفيديو القادم على خير بإذن الله. سلام عليكم.